قراءة الكتاب على شيخ من المشايخ وعالم من العلماء يختلف عن قراءته مع أي أحد، فالإنسان يحرص على اقتناء الكتاب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى ولو باع من ذهب امرأته كما قال شيخنا مقبل رحمه الله، وحتى ولو فرغ من وقته شيئا للعمل في وقت فراغ ويشتري كتابا. الكتاب مهم، الدفتر مهم، القلم مهم لطالب العلم. كل هذه أمور ينبغي الاعتناء بها. تستطيع أن ترجع إلى الفائدة في أي وقت، تستطيع أن تنظر شيئا تحتاجه، تستطيع أن تسافر به معك. والله ربما كنا نمشي من دماج دعوة نأخذ معنا كتاب ما نرجع إلا وقد قرأناه، نقرأه في الطريق إما مع إخواننا أو مع أنفسنا. هكذا شيخنا يحيى لا أعلم أنه ينزل مكان إلا والكتب معه، مع حقيبة خاصة يحمل فيها الكتب، أين ذهب ونزل. الإنسان يعتني بالكتب كاعتنائه بأكله وشربه. يا أخي هل أنك تدخر من بعض الأطعمة، لا سيما الذي وسع الله عليه، وإلا طلاب العلم حالهم مساكين، لكن مثلا إذا كان قد وسع الله عليك بحبة دجاج تشتريها في اليوم، أخر 3 أيام واشتري لك كتابا أو أكثر أو أقل. والله تواصل بأخ من الصومال قال اشتريته $28 ويعتبر رابح، وكتاب ما اشترى به يعني شيء يذهب في يومه، ربما يستفيد منه هو وتستفيد منه أسرته ويستفيد منه ابنه، ربما يكون وقفا بعد موته، لا سيما الإنسان الذي يعتني بالكتب. بعض الناس عنده الكتب كأنها جرائد، ما يصلح هذا يا أخوة. والله أن الكتاب ينبغي يصان مما تصان منه العين، لا يعلق عليه إلا بقدر الحاجة، لا يعطف إلا بقدر الحاجة، بل ذم السلف تقليب الأوراق مع الريق. ونحمد الله نحن في زمن تشتري الكتاب، كان الزمن الماضي لابد تكتب الكتاب، هناك شراء، إما أن تكتب وإما أن تستأجر كاتبا يكتب لك. أنا ناصح لأخواني الذي يستطيع أن يقتني كتابا اقتناه، والذي يستطيع أن يوقف على صاحبه على أخيه كتابا أوقف، إما على نيته أو على نية أبيه الميت أو على نية أحد من أقاربه من المسلمين، كلها أجور، صدقة جارية، منها الكتب من الصدقات الجارية. والحمد لله كانت قد ضاعت هذه الكتب، والله أنه حرق قلبي عليها. يعني الأخ يوسف الصومالي والأخ أبو طه حفظهم الله طلبوها من مصر لرغبة الناس فيها، وضاعت علينا في عدن ما ندري أين ذهبت، وقد يئسنا منها قريب سنة أو أكثر. وإذا قبل أيام يتصل لي صاحب نقل العفش يقول عندكم كتب، ونذهب انظروها، وإذا بها هذه الكتب، فحمدنا الله. وهذه طبعت قبل أن يقع التزهيد والحرب على طلاب دار الحديث بدماج، كان الناس ما زالوا يرغبون، أما الآن كثير من الناس يزهدون من طلاب العلم في دماج أكثر من تزهيدهم من الرافضة أو من عباد القبور أو من الكافرين من اليهود والنصارى. يتكلمون في أهل دماج. أهل دماج يدعون إلى توحيد الله، يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى اتباع منهج السلف. انظروا إلى مؤلفاتهم في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في القيم، في المبادئ، حلول. هذا يؤلف في البيع والشراء، حله، يبين حله من حرامه، وهذا يؤلف في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يؤلف في باب التوحيد، وذاك يحذر من الزنا، وذاك يحذر من كذا وكذا من المعاصي. وكان لأخينا الشيخ عدنان الدماري مؤلفا يعني جمع فيه
الكتب التي صنفت في دماج ومن طلاب دماج، والآن بالمئات بالآلاف بفضل الله، بفضل الله بالآلاف. شيخنا يحيى مؤلفاته فوق 100، بعضها من 10 مجلدات وبعضها أكثر وأقل. كذلك الشيخ أبو عمرو مؤلفاته كثيرة، الشيخ محمد حزام مؤلفاته كثيرة، وهكذا الشيخ عدنان الدماري مؤلفاته كثيرة، والشيخ محمد باجمال مؤلفاته كثيرة، والشيخ حسين الحطيبي مؤلفاته كثيرة، وهكذا أنا بحمد الله لي أكثر من 100 مؤلف. بلوغ المرام في قريب 10 مجلدات إن لم يكن في 12 مجلدا، وعمدة الأحكام في 5 مجلدات، وكثير من كتب العقيدة بعضها في مجلدين وبعضها في مجلد، من غير الرسائل. هذا من فضل الله علينا، نذكره من باب التحدث بنعمة الله، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يزيدنا من فضله. شيخنا مقبل مات وعنده 56 مؤلفا، 56 مؤلفا، يعني الجامع الصحيح 6 مجلدات، والصحيح المسند في مجلدين، والقدر في مجلد، والشفاعة في مجلد، ودلائل النبوة في مجلد، وتحقيق المستدرك، وعنده 4 مجلدات في الصحيح في التفسير، وعنده كذلك تحقيقات كثيرة. مكتبة بفضل الله علينا أهل السنة الذين تخرجنا من مدرسة شيخنا مقبل رحمه الله، أن كتبنا تصير مكتبة متكاملة في التفسير، في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في اللغة، في الآداب والأخلاق، في الأصول، في المصطلح، في جميع أبواب العلم. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا مقبل رحمه الله ونعلي درجته، ونسأل الله أن يحفظ شيخنا يحيى حفظه الله ونعلي درجته، ونسأل الله أن يثبت جميع المسلمين لا سيما أهل العلم والدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه وراض عنا. والذين ذكرناهم قليل من جانب كثرة طلاب العلم، لكن ذكرنا المشهورين والله المستعان. وإلا الشيخ أبو عمار له كتابات كثيرة، الشيخ أبو بلال له مؤلفات مفيدة، وغيرهم الشيخ أبو بكر الحمادي، وكثير من طلاب العلم ومشايخ السنة.